احنا مستنيين قرار يطلع الصبح ضد هذا الهارب القليل الادب السافل المنحط. وهو تقنعني انه طبيعي ان الواد الهارب الكلب دون يجيب جولين ولا ماتشين ورا بعض بقاله سنه ما بيلعبش. برافو عليك يا سيد، برافو عليك والله. اولا لعب امبارح، دلوقتي اللي انا كنت بكتبها مذكره طلبت للربط بالفيديو اللي بيقل ادبه على اسياده الخدام ابن الخدام، لانه سافل، لانه قليل ادب، مش متربي، ولا رئيس نادي متربي. لانه رئيس نادي لو متربي تاني يوم او بعدها بساعه يقول انا بعتذر لجماهير الزمالك العظيمه اللي جزمتها بدماغها. لكن متربي ازاي؟ رايح جاي على صفحه عبد الحليم تزوره لغايه ما القفشه اتقفشت. الشباب الخطيب اللي بيشتم في كل حاجه يكسب، يشتم يتغلب، يشتم يتعادل، يشتم. طب يعمل ايه الراجل ده؟ يتبقى اللقطه الابرز في هذه المباراه ماذا دار بين كهربا وامام عاشور. الناس كلها بتسال على هذا الامر من خلال مصادرنا، يعني حاولنا ان احنا نلف حوالين. عارفك انت ما بتهمتش في الحاجات دي. بنشوف الدنيا تمشي ازاي يعني. فحاولنا ما تقولش انك عرفت هم. هنقول يعني هم ايه اللي دار بينهم بالظبط، انه اللقطه وكانوا حاطين ايديهم يعني بيداروا الكلام. ولكن اللي دار بين الاثنين لعيبه هو كهربا اللي بدا الكلام مع امام عاشور وبادر بالكلام ليه، وقال له انه كان بعد كره حسين الشحات لما حسين وقع في منطقه الجزاء وامام عاشور طلع الكره اوت. فهو كلمه وقال له انه انت لعيب جدع، اللي اتقال له انت لعيب جدع، ودي سمات اللعيب الدولي، وانت بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا يعني. فما كان من امام انه قابل الموضوع بالضحك طبعا، ورد له نفس الكلام وقال له انت لعيب تقيل برضه ومكسر الدنيا. فده اللي دار بينهم، لان الناس كلها عماله تسال يعني هو الشفايف اللي بالداريه دي، لان دي بقت موضه بين لعيبه كره القدم، كله بيحط ايديه على بقه ويتكلموا يعني. بس كله كلام ايجابي، كله كلام. الواد كهربا لف ولفه هديه مرهمه لغايه اما جبنا الثلاث اجوان. ني على يد يا زبادي.